السؤال الاولاني اختيار من متعدد. انا عايز حضرتك تقرا السؤال كويس مره واثنين وثلاثه، وبرضه تقرا الاختيارات كلها مره واثنين وثلاثه. مش معنى الاختيار الاولاني او الثاني صح ما نكملش القرايه، لا. ما هو ممكن حضرتك يكون يقول لك ايه يا اخي، الف وباء صح او جميعهم صواب، تمام. يبقى لازم حضرتك تقرا السؤال كله كامله حرف حرف، وتقرا برضه التشوز او الاختيارات كلها حرف حرف، تمام. صلى على الرسول. هنا بيقول لك ايه يا صديقي؟ هنا بيقول لحضرتك عنصر يقع في الدوره الثالثه. الدوره الثالثه دي نفهم منها ايه؟ ان العنصر ده حضرتك 3 مستويات. ما هو رقم الدوره يدل على عدد مستويات الطاقه، تمام. طيب طبعا المستوى الاول كي ثم ال ثم ام. طيب ويحتوي مستوى طاقته الاخير اللي هو الام هنا في الحاله بتاعتنا على الكترونين، يبقى اخره كام؟ اخره 2. طب يا صديقي طالما وصلت للمستوى الثالث يبقى اكيد كملت المستوى الاول والمستوى الثاني. طب الاول بياخد كام؟ 2، الثاني بياخد كام؟ 8. طيب ممكن يجيب لي ايه بقى هنا؟ ممكن يقول لك ايه هو العدد الذري؟ هقول له 12، عديت. طب ممكن يقول لك ايه هو عدد البروتونات؟ هقول له برضه 12. طب ممكن يقول لك ايه هو عدد الالكترونات؟ هقول له برضه 12، صح؟ طيب ممكن يقول لك ايه اسم المجموعه؟ تمام. هي المجموعه دي مش اخرها 2؟ يبقى رقمها 2A واسمها اقلاء ارضيه. الله ينور عليك. طيب ممكن يقول لك تنتمي لانهي فئه؟ هقول لك الفئه اس. خلاص يا جماعه كده. يبقى اذا ممكن بقى يجيب لك اي سؤال من دولت. تعال بقى نشوفه هو طلب ايه. اللعبه كلها او الفكره كلها بتعتمد دوره ثالثه 3 مستويات اخره 2، يبقى رقم مجموعه 2A، تمام. خلاص. طيب هو من عناصر المجموعه الاقلاء 1A، اكيد خطأ. الأقلاء الأرضية هي صح بس نكمل برضو. الهالوجينات لا، خطأ. الغازات النبيلة أكيد خطأ، يبقى الاختيار الصح هيكون مين؟ الأقلاء الأرضية. إذا وجد عنصران، أول عنصر اسمه إكس وتاني عنصر اسمه واي، والاتنين في نفس الدورة. طالما الاتنين في نفس الدورة يبقى لهم نفس عدد مستويات الطاقة. وكان النق العنصر الموجود في الأقلاء 157 بيكو متر. هو النق ده خدناه فين؟ في الحجم الذري. فإن نصف قطر واي الموجود في الهالوجين يبقى كام؟ صلى على الرسول. بص يا صديقي، هو قال لك بيقول لك أنا عندي إكس وواي، خلاص؟ الاتنين في نفس الدورة، أدي نفس الدورة، خلاص؟ بيقول لك الاكس ده كام يا حاج؟ 157، طبعا بيكو متر، بي ام يعني. طيب لو تفتكر انت الحجم الذري في الدورة كان بيحصل له ايه؟ كلما انتقلنا من يسار الى يمين. خلاص. ايه اللي بيحصل في الحجم الذري؟ والله لو في الدورة الحجم الذري يقل. طب لو في المجموعة من اعلى لاسفل الحجم الذري يزيد. خلاص كده يا جماعه. يبقى انا عندي الحجم الذري في الدوره ايه؟ لو من يسار الى يمين يقل. طب لو في المجموعه من اعلى لاسفل يزيد. طيب بيقول لك ان الواي ده في الهالوجين يعني 7A، والاكس ده في الاقلاء اللي هي 1A. طيب ده 157، تتوقع كده اللي هو في 7A هيكون اكبر ولا اقل؟ اكيد اقل. ليه؟ عشان كلما اتجهنا من يسار الى يمين يقل الحجم الذري، طالما في نفس طالما في نفس الدوره. طيب ده 157، ال 64 تنفع لغايه دلوقتي اقل. طب 165 لا دي اكبر. ال 176 لا دي اكبر. ال 182 لا دي اكبر. فاخترنا مين؟ اخترنا ال 64 بيكو متر.